أعزائي المشاهدين المتابعين الكرام أبو إدريس، أهلا وسهلا بكم في كل مكان. ألف مليون مبروك للنادي الأهلي وجمهور النادي الأهلي. الفوز امبارح على إنبي، وكمية فرص ضاعت من النادي الأهلي، نتيجة تخلص 10 أو 11، يعني 2 مع الرأفة. هدف عالمي لمحمد شريف جميل جدا. الهدف الثاني عبد القادر، جات الكرة عن طريق الخطأ، اتعامل معها بذكاء وحطها بقوة، خبطت في ايد الحارس ودخلت. يتربع النادي الأهلي على القمة إن شاء الله. النادي الأهلي 3 ماتشات تاني قدامه، إذا فازهم نقول له مبروك بالدوري، لأن ما فيش منافسة في مصر. الزمالك احتمال يفنش في المركز الرابع أو الخامس السنة دي، إذا بمساعدة الحكام حيبقى في الرابع عشان يلعب في الكونفدرالية. إذا الحكام ما ساعدتهوش حيبقى في الخامس أو السادس. وامبارح شفتوا البني جامل الزمالك كديه، لأن لازم الزمالك من غير الاحتواء كان فعلا في السادس دلوقتي، المركز السادس. وامبارح أسوان حط هدف، قناة اون تايم سبورت مشينا عليها تغير النتيجة، تحط 1-0، كانت رافضة تحط النتيجة. والحكم اتحامل على أسوان، حتى المعلق عشان أسوان من الصعيد فهو كان جاي على الصعيد. ففي تفرقة كده تحس من المعلقين ومن التحكيم ان دي عشان فريق من الصعيد، ففي تفرقة جامدة وفي عنصرية. حتى في القناة كانوش عاوزين يحطوا الهدف على الشاشة 1-0. والتحكيم زبالي، في ضربة جزاء واضحة وصريحة للأسوان، حكم اتغاضى عنه عشان البنك الأهلي. يعني في عنصرية جامدة جدا بين الصعيد والقاهرة، بتوع القاهرة ما بيحبوش بتوع الصعيد، وده كان واضح امبارح في التحكيم بتاع ماتش أسوان. وحتى المعلق امبارح اللي عاوز يرجع تاني للمباراة ويشوف المعلق وهو بيعلق على المباراة، تحس ان أسوان من دولة تاني مش من مصر، بس انه هو صعيدي، لان ما فيش حد بيدافع عنه او بيتكلم عنه، ان ما فيش حد من الصعيد بيتكلم ولا بيطلع يحلل او بيقول اي حاجة. يعني ظلم ما بعده ظلم. وألف ألف مليون مبروك على النادي الأهلي الفوز امبارح وعلى جمهوره. إن شاء الله القادم أحسن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.